مساء الخير، عاملين ايه؟ اخيرا الفيديو اللي مستنياه بقالي سنتين تقريبا، ترشيحات معرض الكتاب. بما اني ما كنتش حضرت المعرض السنه اللي فاتت، فاكتشفت بجد ان قد ايه الموضوع كان مأثر فيا. بس الحمد لله عرفت اظبطها، وبجد من اكتر الحاجات اللي اتمناها ان انا اقابلكم كلكم هناك. وكمان من اكتر الحاجات المميزه في المعرض السنه دي هي تواجد دار عصير الكتب بعد غياب سنتين. ميزة عصير الكتب إن هي بيكون عندها تشكيلة كبيرة جدا ومتنوعة من الكتب، ده غير إن معظمها تقريبا كبر على أجزاء من إصداراتها. ومن أكتر الحاجات اللي أنا متحمسة لها جدا وأحب كمان أرشحها لكم هي رواية سروش. تقريبا يعني أنا مش عارفة إذا كنت بنطقها صح أو لأ. الجزء السادس من مملكة البلاغة لدكتورة حنان لاشين. طبعا أكيد معظمكم مش فاكر أصلا الجزء اللي فات كان انتهى على إيه، فأحب أنصحكم إن انتوا ترجعوا تشوفوا الكاتيجوري اللي باسم مملكة البلاغة هنا على القناة. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. المفروض ان الجزء ده هتدور احداثه في العراق مع ظهور شخصيات كتيرة جدا، بس انا متأكدة منه ان انا اكيد هنستمتع بحاجة جميلة جدا كعادة الدكتورة حنان. عندها إثراء لغوي ومعرفي بيخليني مبسوطة أصلا بالقراءة في حد ذاتها، سواء كانت القصة حلوة أو لأ. وطبعا اللي ما يعرفش سلسلة مملكة البلاغة فهي سلسلة فانتازيا متصلة، بس كل جزء بيدور أحداثه بشكل مختلف، وده اللي بيخليها مميزة لأنها بتكون بعيدة عن التكرار أو الملل. بس في نفس الوقت أنا بحب أرشحها للمبتدئين في القراءة أو المراهقين، أنا بحسها مناسبة ليهم أكتر، ده في حالة لو أنت ما كنتش متابع السلسلة من البداية يعني. تاني رواية أحب أرشحها لكم هي رواية بنسيون عجب هانم لمنى سلامة. أنا بحس روايات منى سلامة بالنسبة لي عاملة زي جلد الذات. أنا بهزر يا جماعة، هي فعلا كاتبة خيالها واسع جدا وبتقدر تخلق أفكار وحكايات زي ما بنقول كده اوت اوف ذا بوكس، تكون مميزة قوي وبجد مختلفة. بس مشكلتها معايا دايما بتكون في الفلسفة الأوفر اللي بتكون في روايتها. يعني القصة بتكون حلوة جدا وشيقة، وبيكون كتير قوي بيكون في النهاية بلوت تويست رائع بيخلي دماغي تلف. بس أنا ببقى عارفة أو فاهمة إن في مغزى من الحدوتة دي أنا مش قادرة أوصل له، فبحس دايما إن بيبقى فيه فلسفة أو عمق زيادة، كان ممكن الفكرة توصل بطريقة أبسط من كده، مش عارفة. بس اوفرول أنا بحب قوي أقرأ لها، أنا بحب فعلا ألمها قوي وهفضل أقرأ لها كل حاجة بتنزلها، لأن فعلا الروايات اللي هي بتكتبها بتناقش قضايا مهمة جدا في المجتمع. فبنسيون عجب هانم أعتقد إن احنا هنكون قدام أكتر من حكاية، وفي الآخر هنلاقيهم متصلين ببعض، يعني أعتقد كده، يعني في جو من الإثارة والتشويق، يعني كعادة منى سلامة. الرواية الثالثة اللي حابة أرشحها لكم من عصير الكتب هي رواية السادس أحمر لأحمد خيري العمري. أنا كنت قرأت له قبل كده شيطرة بلال وكريسماس في مكة، فعلا كانت تجارب لطيفة جدا جدا، فأنا حابة أكرر التجربة دي بقى في أحدث إصداراته. بتتميز روايات أحمد خيري العمري إن هي روايات اجتماعية ذات طابع ديني. أنا مش عارفة إذا كانت الرواية الجديدة هتكون كده أو لأ، لأن النبذة حسستني إن أنا قدام رواية إثارة وتشويق، ولكن عامة في كتاب كده انت بتبقى مستعد ان انت تقرأ لهم اي عمل ينزلوه، لانك في كل الاحوال عارف ان انت هتستمتع بغض النظر عن القصة بقى، سواء اجتماعية اثارة وتشويق رعب، في كل الاحوال انت عارف ان انت هتستمتع. طبعا يا جماعة انا مش حابة اوضح لكم ان الروايات دي او الترشيحات دي ترشيحات شخصية. الروايات دي انا هشتريها ان شاء الله، يعني بناء على تجارب سابقة ليا مع كتابها، عشان بس محدش يطلع يقول لي دي روايات مش مناسبة أو كده. أنا حابة أقرأ النوع ده من الروايات يعني. الكتاب الرابع اللي أنا حابة أشتريه جدا هو كتاب بيت طيب لمحمود توفيق. أنا كنت قرأت له قبل كده كتاب لا تقتل الطفل في زوجته، وأنا عاملة له ملخص هنا على القناة برضه، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس لو حد عايز يسمعه. الكتاب ده كان موجه أكتر للرجل، لكن الكتاب السنة دي اللي هو بيت طيب موجه أكتر للمرأة، وايه اللي ممكن تعمله المرأة في حياة الرجل. انا بصفتي زوجة بحب انمي ثقافتي جدا في الحاجات دي برضو، لان ممكن استفيد بمعلومة او اتنين يكون ليها فعلا تأثير كبير في حياتي. والكاتب برضو في تجربتي اللي فاتت معاه كان اسلوبه هادي وسلس، مش بيكلكع المعلومات، مش بيحسسك قد ايه التعامل مع الطرف الاخر معجزة في حد ذاتها. هو بيدي المعلومات بشكل مبسط وهادي وسلس، هو بالظبط كأنك قاعد مع صديق عنده شوية خبرة عنك، فبيشرح لك الامور بهدوء وببساطه، وده اللي محببني في الكتاب بصراحه. اما عن الروايات المترجمه فانا بصراحه مش متشجعه قوي ان انا اشتري روايات مترجمه، مش عارفه ليه. انا المره دي حابه ان انا اركز اكتر على الكتاب العرب. ولكن طبعا عصير الكتب بيبقى دايما عندها
روايات مترجمة متنوعة كتيرة جدا. في مثلا رواية المعالج النفسي لبي اي باريس، انا كنت قرأت لها السنة اللي فاتت خلف الابواب الموصدة، وكانت رواية حلوة. النهاية بالنسبة لي ما كانتش واو، لكن كتسلسل احداث وروايات اثارة وتشويق والجو ده كانت بصراحة حلوة جدا. في كمان رواية رجل الكستناء، هو اصلا مسلسل على نتفليكس، انا شفته، فمش محتاجة ان انا اشتري الرواية، ولكن لو في حالة ان انت ما شفتش المسلسل وعاوز تشتري الرواية فهي فعلا حلوة قوي. ومهما كان خيالك واسع وكبير قوي، مستحيل تتوقع النهاية دي. الرواية بجد اللي أنا متشجعة إن أنا أشتريها من الروايات المترجمة وبجد يعني نفسي فيها قوي، هي رواية متجر الوجود للأحلام، تقريبا كده. أصلا هو غلاف جميل جدا، هو أصلا كل أغلبية عصير الكتب بصراحة حلوة قوي. هي رواية من كوريا الجنوبية، بتتكلم عن قرية بتزورها بس في حالة النوم. فيها متجر دالوجوت، وهو عبارة عن متجر بيبيع الأحلام. انت بتروح له علشان تختار الحلم اللي انت عاوز تحلم بيه. فاحنا كده غالبا قدام رواية فلسفية هتناقش مثلا هروب الناس من الواقع بتاعهم بمشكلاته للأحلام، أو إلى أي مدى مثلا الأحلام دي بتقدر تحل مشكلات الواقع. يعني هي هتبقى حاجة في المنطقة دي. فأنا مجملا عجباني الرواية وعجباني قصتها وعجباني غلافها جدا، وإن شاء الله أحاول أشتريها. أعتقد إن دي كده الإصدارات اللي عجباني قوي من عصير الكتب. مش عارفة إذا كان في حاجات تانية انتوا تقدروا ترشحوها لي أو لأ، بس دي أكتر كتب شفتها مناسبة وحابة إن أنا أشتريها بصراحة. قولوا لي كده لو عجبتكم السلسلة دي، ممكن نكمل مثلا ونعمل فيديوهات ترشيحات تانية بس من دور نشر تانية، مش عارفة. المهم أتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم. أشوفكم في حلقة جديدة من نوفيلا.